أحبهم رسول الله. من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. هذا قوله صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد. فمن هو؟ هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول صحابي قد جهر بالقرآن، وهو الذي قال كنت سادس 6 وما على وجه الأرض من مسلم غيرنا. إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي كان راعيا للغنم ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: يا غلام، هل من لبن؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكني مؤتمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل من شاة لم ينزع عليها الفحل؟ أي هل من شاة لا حليب لها في الضرع؟ فأتى ابن مسعود بشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا لبن في ضرعها، فوضع النبي يده على الضرع ومسح، فنزل الحليب لرسول الله، فأسلم عبد الله بن مسعود. هكذا أسلم، فكان من السابقين الأولين من قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسلم ابن مسعود، وصارت متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حياته، وصار خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول صحابي جهر بالقرآن. فقد اجتمع الصحابة ذات يوم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. فقال ابن مسعود: أنا أجهر به. فقالوا له: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوا إيذاءه. فقال لهم ابن مسعود: إن الله عز وجل سيمنعني. فكان أول صحابي جهر بالقرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من 4: من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 4 لأنهم كانوا أكثر ضبطا لألفاظ القرآن وأتقن لأدائه، وإن كان غيرهم أفقه في معانيه. ماذا حصل ذات يوم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك قد أنزل؟ أي أنت الذي أنزل عليك القرآن، أنا أقرأ عليك؟ فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى:
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي: حسبك. فالتفت ابن مسعود ليرى لماذا أمره النبي بالتوقف، فإذا بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان دمعا، لأن الشهيد في الآية هو النبي، يشهد ماذا فعلت أمته يوم القيامة. فلما علم النبي أنه الشهيد من هذه الأمة بكى رسول الله على حال المفرطين من أمته. وابن مسعود هو الذي في معركة بدر قتل عدو الله أبا جهل، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد قتل أبا جهل. فقال له النبي: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه. وابن مسعود هو الذي قال: والذي لا إله إلا هو ما نزلت سورة في القرآن إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية في كتاب الله إلا أنا أعلم في من نزلت. إنه عبد الله بن مسعود. واسمع رسول الله ماذا يقول في ابن مسعود. ذات يوم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يصعد الشجرة ليحضر له شيئا، فصعد الشجرة، وكان ابن مسعود دقيق الساقين، فظهر ذلك لبعض الصحابة الذين كانوا تحت الشجرة، فضحك بعضهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. هكذا كافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا هو الذي قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالإثابة لا تكون على الصورة والجسد أي لمجرد ذلك، بل الإثابة تكون على الأعمال. فهذا ابن مسعود الذي كان دقيق الساق، والذي ما كان طويلا، وانظر رسول الله كيف كافأه. هذا هو الإسلام، وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان البعض يظنه من أهل بيت رسول الله لكثرة تردده على بيت النبي. فهذا أبو موسى الأشعري قال: قدمت أنا وأخي من اليمن ومكثنا حينا، قال: ما نرى إلا أن ابن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما نرى من دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه ابن مسعود، إنه حبيب قلب رسول الله. وعاش ابن مسعود 69 سنة، وفي سنة 33 للهجرة
مات ابن مسعود، وكان قد أوصى أن يصلي عليه الزبير رضي الله عنه المبشر بالجنة. ولما نعي ابن مسعود لأبي الدرداء قال: ما ترك بعده. فرضي الله عنه وأرضاه. أحبهم رسول الله